الطبق ده في اجدعها مطعم من 200 ل 300 جنيه. احنا بقى هناخد ال 300 جنيه دول ونعمل منهم 4 اطباق. عن السيزر سلطه اتحدث ايها الساده الكرام. اتفضل. شويه سيزر سلطه يستاهلوا بقك ويستاهلوا بقكم انتوا كمان، وندعي ربنا يوسع رزق الجميع وييسرها عشان الكل يجرب. طبق من اوله لاخره في القلايه، وينفع معاك في الدايت، في الغربه، في المصيف، في عزومه هتشرفك. سيزر سلطه الوصفه على ابوه بس باقل التكلفه. عيش توست ابيض او بني ونديها مكعبات وتحميصه في القلايه سريعا. وبالنسبه للخضره تستخدم ورق خاص او ورق كابوتشي ايهما متوفر عندك. وجدعانه مني نزود عليهم حبه الجرجير، مش هيضر بالعكس هينفع. وناخدهم شطفه وغسله بميه وخل عشان نضمن النظافه، وبعد التصفيه نبدا التشريح فيه زي الوصفه المتكلفه. ومش هينقصنا غير حاجتين، اولهم خلطه السيزر سلط، واللي اهم ما فيها انك تستخدم توم فريش وتفرمها وتهرسها عشان الطعم يلسع معاك. ونجيب طبق فيها معلقه كبيره من الزبادي، عليهم نفس الكميه من المايونيز، ونملحهم بشويه على الخفيف، ونزعترهم بشويه زعتر بري او عرايشي وشويه الخل، زيهم زياده حبتين من زيت الزيتون. ولان هي عايزه جبنه برمجان والربع منها معدي 300 لحلوح، فمش هيضر لما نستبدلها بجبنه رومي مبشور. بشره حلوه وناخد الناعم منه ونمكسه. والاهم اننا نقلب وندوب لحد اما نتاكد انها اتنعمت معانا بدون كلاكيع قدر المستطاع، كاننا بنعمل البشاميل بالظبط. اما الحاجه الثانيه اللي ناقصانا عشان تكمل معانا الحكايه هي البانيه، واللي كنت جايبها ومتبلهم بشويه ملح وفلفل اسود ورشه زيت زيتون مش اكتر لمده نص ساعه، وجاهزين للتسويه في القلايه. هياكلوا منك تلت ساعه على كل جنب وتستوي معاك. مش هينقصك بعدها غير انك تقلب التوست على الخضره وتنزل عليهم بالخلطه سيكا سيكا وتقلبهم تقليبه حلوه، وبعد تسويه البانيه تصلحها وتشرحها برفق وحنيه. والكل طبق هتاخد معاك صدر بالتمام والكمال. طب ما هي سهله ومش محتاجه اهي، امال مقبورين القصه ليه يعني؟ بصراحه انا مش هقول لك ان هي زي بتاعه المطاعم، لكن هقول لك ان هي احلى كمان من بتاعه المطاعم. قرب وجرب وعلى ضمانتي. واديك شايف بما ان خلصت الطبق بتاعي تقريبا، فيستاهل انك انت تجربها. وفي الختام ايها الساده الكرام بندعي لامي ولامواتنا بالرحمه، ونصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب. انا بسجل لكم الحلقه دي بالظبط يوم 27/7، والنهارده بالتمام والكمال من 17 سنه والدتي توفت. ربنا يرحمها ويرحم ابويا ويرحم اختي ويرحم امواتنا جميعا اللهم. وفي الختام نصلي على الحبيب لاجل قلبي وقلبكم يطيب. مساء الزبده على الجميع.